السلام عليكم. كيف الحال؟ شي بخير. أنا كنحاول أنها نتكلم بالعربية الفصحى، لأن في ناس من الأردن، من السعودية، من العراق، من الإمارات، عندي أصدقاء وصديقات عندهم كورسات، يقدموا كورسات واعرين وعجبهم المحتوى ديالي، وقالوا لي رشيد علاش ما تتكلمش باللغة العربية الفصحى، لأن الناس اللي راح يتبعوك من العالم كل العربي كامل، وحتى من العالم كامل، يعني لازم يفهموك. فهمتيني؟ أنا نحاول نهضر بالدارجة وندخل معاها شوية واخا انا ما كنتفقش. الا بغاو يفهموني يمشيو يتعلموا الدارجه، وانا كنشجعهم يمشيو يتعلموا الدارجه ديالها المغربيه. ياك متفقين معايا؟ هذا الفيديو هذا برعايه تاجيك تكستيل. دخلوا لتاجيك تكستيل، تاجيك اكوا، ديروا فولو. جلوريا فاشن شو. جلوريا فاشن شو. الوغ بالنسبه للفيديو هذا غادي يكونوا فيه جوج تمارين غيكون في الاول. تمرين واحد غيكون في الاول، وبعده غيكونوا معلومات اللي غنكملوا بها الفيديو اللي فات، وفي الاخير غنعطيكم تمرين ثاني. هاد التمارين مهمه لدرجه انا باش نعطيكم فكره، الفيديوهات هادو السلسله هادي اللي غادي يتفرج فيها في الاول غادي يستافد منها، لكن من بعد ما غتبقاش مجانا، لان فيها معلومات مهمه بزاف. من بعد غتولي بالفلوس، بغيتي تشريها خاصك تدخل تخلص. علاش؟ حنت فيها حوايج اللي غادي ينقلوك من المستنقع لأعالي بإذن الله. التمرين الأول بغيتك أنا تجلس في بلاصة مكان هادئ، وتاخد شهيق زفير، وتتخيل نفسك بدون ما تغمض عينيك. تقدرش تغمض عينيك اوكي، ما تقدرش تغمض عينيك حتى اتس اوكي، ما بروبليم. تخيل نفسك انت في ممر طويل، امامك باب. تخيل هذا الباب ما هو شكله، ما هو لونه، هل هو مقفل بالكامل أو مفتوح نصفه أو مفتوح بالكامل؟ ما هو شكله؟ تأمل في هذا الباب، لأن هذا الباب هو بابك. هذا هو الباب الأول من بوابة النعيم اللي غادي تفتحه. وكنوعدك بأن هذا التمرين اللي أنا كنعطيه لك دابا إلى درتيه 3 مرات في الأسبوع لمدة 21 يوم، غادي تشوف نقلات في أموالك المادية عجيبة وغريبة. 3 مرات في الأسبوع. 3 مرات في الأسبوع. تخيل هذا الباب، هل هو مفتوح؟ هل هو مقفول؟ هل هو مقفول بالكامل أم جزء منه؟ وحط يدك على صدرك وكرر، قل بصوت داخلي: لماذا لا أسمح لنفسي أن أفتح هذا الباب؟ لماذا لا أسمح لنفسي أن أفتح هذا الباب؟ ما الذي يمنعني أن أستقبل أموالي بيسر؟ ما الذي يمنعني أن أفتح هذا الباب اللي هو بابي؟ أنا أسمح لتلك المشاعر أن تذهب بسلام. أنا متقبل هذه المشاعر. أي مشاعر سلبية أنا متقبلها في هذا اللحظة. وخذ شهيق زفير. بعد هذه الخطوة وانت واقف حدا الباب، تخيل أن هناك نور أبيض غينزل من السماء وغيدخل في شاكرة التاج من راسك، ويبدأ نازل من شاكرة التاج حتى الشاكرة العين الثالثة، حتى شاكرة الحلق، ونازل صدرك كامل حتى شاكرة القلب، شاكرة الضفيرة الشمسية،
شكر العجز، شكر الجدر، وينزل مع الساقين ويخرج، وينزل مع الساقين ويخرج للأرض. ويخرج معه كل المشاعر السلبية، كل الطاقات اللي سببت لك بلوك طاقي عن المال والوفرة. خرج معه كل شيء ويعطيها للأرض، والأرض تحولها لنفع للأرض ومن عليها. الآن خذ معي شهيق، زفير. تخيل هذا النور داخل على الباب، والباب يفتح الآن. فتح. تخيل أن الباب يتفتح والنور خارج منه أصفر ويغمرك كل هالتك، كل جسمك المادي كله. أنا متأكد أن دابا شعورك الآن شعور الوفرة. هذا التمرين كنصحكم تكرروا 3 مرات في الأسبوع لمدة 21 يوم. بعدها راح تشوف نقلات رهيبة. تقدر تشوفني في الأول ما تصدقش كلامي، ولكن ملي غتطبق إن شاء الله غادي تشوف نتائج زوينة بإذن الله. أما بالنسبة للمعلومات اللي كنا غادي نطرقوا لها إن شاء الله، 5 أسرار ضروري تعرفها حتى لو كنت في وفرة. إلا كنتي بحال الروبيني نفقاتك أكثر من أرباحك، ما غادير حتى حاجة. السر الأول يجب أن تكون أرباحك أكثر مما تنفق. اجمع المال، استثمر، حط صندوق استثمار. عندك كماليات وعندك التزامات، أوكي، كل شيء عنده كماليات، كل شيء عنده التزامات، ولكن حط صندوق اسمه صندوق الاستثمار. هذا الصندوق حط فيه فقط ولو 20 درهم، 50 درهم، 100 درهم. مرة حط فيه، كل مرة حط فيه حاجة. إذا داز 5 سنوات 6 سنوات غتلقاك جامع مبلغ لا بأس به، تقدر دير به بزاف ديال الحوايج. صدقني هذه من أهم النصائح اللي أنا كنعطيك. هذه أول نصيحة وأول سر. السر الثاني، استثمر المبلغ ولا تستثمره في أي مكان. اختار مع من وفين غتستثمر باش ما تضيعش لك فلوسك، باش ما تصابش بالإحباط، باش ما تكررش وباش ما تضيعش الوقت. استثمر هذا المبلغ من المال. ملي تستثمر هذا المبلغ من المال راح يدر عليك أموال أخرى. هذه الأموال الأخرى ما تمشيش تشري بها مباشرة، استثمرها ويربح مرة ثانية، عاد اشري اللي بغيتي. هذه 3 أسرار مهمة بزاف. إلا ما حطيتهاش مبادئ أولية في حياتك مستحيل أنك تصير من الأثرياء. السر الثالث هو الإنفاق. أن تنفق، والإنفاق ماشي ضروري فلوس. إذا كنتي بغيتي فلوس أنفق فلوس، كنتي باغي معلومات أنفق معلومات، كنتي باغي حوايج أنفق حوايج، أي حاجة بغيتها أنفقها. ولهذا نزلت الآية الكريمة اللي كيعرفوها الأغنياء حتى ولو كانوا يهود، ولكن كيطبقوها في حياتهم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ملي كتولي عارف هذا السر وكتطبقه في حياتك، أي حاجة بغيتيها كتنفقها أنفق باش تاخذ، أعطي باش تاخذ. هذا هو السر الخطير اللي ما كيعرفوش الفقراء، لأن الفقراء باغي ياكل فابور، باغي يقرا فابور، باغي يدير هذه فابور،
باغي سيرفيس فابور، باغي معلومات فابور، باغي كورس فابور، باغي كلشي فابور. هو ما عارفش بان في ديك الوقت اللي كيدير فيها داك الشيء فابور كيجمع عليه كارما سلبيه، وفي نفس الوقت ما كيستافدش، وفي نفس الوقت كيبقى غادي نازل مستنقع، لان ما كاين حتى شي حاجه فابور. الكون مخلوق بطاقه وبقانون اسمه قانون الاخذ والعطاء. ان تكون رمز من العطاء ماشي مشكل، ولكن لا تكون شلال من العطاء. ان تكون تاخذ ماشي مشكل، ولكن تكون متوازن في الاخذ. ماشي كتاخذ تاخذ بدون ما تعطي، مستحيل. كنتي كتاخذ بدون ما تعطي غتبدا تاكل بلا ما كتدخل الحمام، اعزكم الله. الا شديتي هذا الكاس هذا بقيتي كتعمر فيه بالماء غيفيض. علاش؟ خصو تشرب وعاد تعمرو عاوتاني، خصو يتخوى عاد باش يعمر عاوتاني. هذا هو القانون، هذا قانون مستحيل يبدلو شي واحد. كما شرت لكم ذاك النهار، كلمة قانون هي مسمى بشري فقط، أما القوانين سميت في الدين أقدار. إنا كل شيء خلقناه بقدر. أقداركم تأخذ من أفواهكم. طبيعي أي حاجة كتقولها كترجع لك، سلبية ولا إيجابية. نشوفكم في الفيديو الثالث إن شاء الله.